كلمة المساواة كلنا بنستخدمها، بس هل فكرنا مرة معناها إيه بالظبط؟ الكلمة دي تبان بسيطة لكنها في الحقيقة معقدة جدا. فكرة واحدة كانت سبب في قيام ثورات وفي تشكيل فلسفات كاملة، ولحد النهاردة هي في قلب أهم نقاشاتنا وأكثرها سخونة. يلا بينا ننطلق في رحلة عشان نكتشف قصة الفكرة الجبارة دي. لأول وهلة الموضوع ممكن يبان سهل، صح؟ المساواة يعني كل الناس تتعامل بنفس الطريقة. بس هل هو ده كل الموضوع؟ يعني لما بنطالب بالمساواة، هل إحنا فعلاً عايزين معاملة متطابقة للكل في كل المواقف، ولا في طبقات أعمق للمفهوم ده؟ وهنا مربط الفرس كله. خلينا نفكر فيها كده. المساواة ليها وشين. الأول هو الوش الوصفي، وده مجرد ملاحظة لحقيقة زي لما بنقول كلنا بشر. لكن الوش التاني اللي هو المعياري هو ده اللي بيغير اللعبة كلها. هو بياخد الحقيقة دي ويقول طيب بما إننا كلنا بشر يبقى لازم نتعامل بطريقة معينة. النقلة دي من مجرد وصف إيه اللي موجود لفرض إيه اللي المفروض يكون، هي دي بالظبط النقطة اللي بتبدأ عندها كل النقاشات المحتدمة. عشان نفهم إزاي وصلنا للي إحنا فيه النهاردة، محتاجين نرجع بالزمن لورا. هنبدأ رحلتنا في العالم القديم والعصور الوسطى عشان نشوف إزاي كانت اللامساواة هي القاعدة. بعدها هنشوف الشرارة اللي ولعت الثورة الحديثة وإزاي أدت لصراع كبير بين قيمتين مهمين جداً: الحرية والمساواة. وفي الآخر هنرجع لعالمنا المعاصر ونشوف إزاي التوترات التاريخية دي لسه بتشكل نقاشاتنا لحد النهاردة. يلا بينا نرجع بالزمن لعالم كانت فيه فكرة عدم المساواة مش بس مقبولة، دي كانت أساس المجتمع المنظم والصحيح. خلينا نتخيل المجتمع كأنه جسم ضخم، كل جزء فيه يعني كل شخص ليه وظيفة محددة مسبقاً. هو ده بالضبط اللي كان شايفه القدماء. بالنسبة لعباقرة زي أفلاطون وأرسطو، اللامساواة ما كانتش مشكلة محتاجة حل، بالعكس كانت هي مفتاح المجتمع المتناغم والعادل. فكرة أرسطو عن المساواة تعتبر صادمة بمقاييس النهاردة. كانت معناها إن النبلاء يتعاملوا كنبلاء والعامة كعامة، يعني مساواة جوه الطبقة الواحدة مش بين الطبقات المختلفة. وفي وسط العالم الهرمي ده ظهرت بذرة فكرة هتغير كل حاجة. فكرة جت من مصدر ما كانش حد يتوقعه أبداً. وفجأة من قلب النظام الهرمي الصارم ده جت فكرة ثورية بالكامل. فكرة أن كل إنسان بغض النظر عن مكانته على الأرض ليه قيمة أخلاقية متساوية في عين الخالق. ده كان التحول الجذري اللي أحدثته المسيحية. بس مهم جدا نفهم، دي كانت مساواة روحية مش سياسية. ما كانتش دعوة لقلب النظام الاجتماعي، لكن كانت إعلان قوي بأن كل نفس بشرية من العبد للإمبراطور لها نفس القيمة الجوهرية. التوتر الغريب ده استمر طول العصور الوسطى واتجسد في فكرة المدينتين، وممكن نفكر فيها كأن في عالمين متوازيين: مدينة الإنسان اللي هو العالم الدنيوي اللي استمرت فيه هرمية واللامساواة الاجتماعية زي ما هي، وبعدين في مدينة الرب العالم الروحي اللي كان فيه الكل متساوي تماماً. ده خلق واقع غريب. ممكن الشخص يكون عبد في حياته اليومية، لكن جوه الكنيسة هو متساوي روحياً مع سيده. دلوقتي ننتقل للحظة اللي فكرة المساواة قفزت فيها من المجال الروحي للمجال السياسي، وبقت قوة دافعة لتغيير جذري في العالم. الشرارة اللي ولعت النار كانت حركة الإصلاح البروتستانتي. لما الحركة دي تحدت التسلسل الهرمي جوه الكنيسة نفسها، يعني فكرة إن في ناس أقرب لربنا من ناس تانية، فتحت الباب يمكن من غير قصد لتحدي كل التسلسلات الهرمية في المجتمع. لما نسمع كلام مارتن لوثر هنا كأننا بنسمع صوت الانفجار وهو بيحصل. السؤال ما بقاش مجرد سؤال روحي، بقى سؤال سياسي واجتماعي ومتفجر. هي دي بالظبط النقلة من الوصفي إحنا كلنا مسيحيين متساويين للمعياري. طيب ليه القوانين البشرية بتدي امتيازات لناس على حساب ناس تانية؟ وبعدها بقرن وقت الحرب الأهلية الإنجليزية، الفكرة خدت منحنى تاني خالص. الموضوع ما بقاش بس عن الامتيازات الدينية أو الاجتماعية، بقى عن السلطة. مين اللي ليه الحق يحكم؟ والفكرة اللي ظهرت كانت ثورية. الحكومة شرعية بس لو الناس اللي بتحكمهم موافقين عليها. ما بقاش كفاية إننا نكون متساويين في الروح، لأ، الناس دلوقتي بقت بتطالب بصوت متساوي في حكومتهم. ولكن هنا في قلب الثورة دي حصل شرخ كبير، انقسام هيحدد شكل السياسة للقرون اللي جاية. على ناحية كان في المسوون،
دول كانوا عايزين مساواة سياسية وقانونية، صوت متساوي، فرصة متساوية قدام القانون مع قبول فكرة الملكية الخاصة. وعلى الناحية التانية كان في الحفارون الأكثر راديكالية. بالنسبة لهم مفيش مساواة حقيقية طول ما في حد بيملك أرض وحد تاني لأ، كانوا عايزين مساواة اقتصادية مطلقة. الصراع ده بين مساواة الفرص ومساواة النتائج هو اللي لسه في قلب سياستنا لحد النهاردة. والانقسام ده دخلنا مباشرة في الصراع المحوري للقرن ال19، وهو التوتر اللي لسه بيحدد كتير من سياستنا النهاردة. مع ظهور مصانع الثورة الصناعية المليانة دخان، الفجوة في الثروة كبرت بشكل مرعب. فجأة النقاش الأهم بقاش عن الحقوق السياسية، التركيز اتحول بشكل كبير من سؤال هل كلنا لينا نفس الحقوق لسؤال تاني خالص وأكثر إلحاحاً، هل المفروض كلنا يكون عنا نفس كميات الثروة؟ ومن التربة دي نبتت بذور الاشتراكية الحديثة. الجدول ده بيورينا الحج الكلاسيكية ضد المساواة الاقتصادية الكاملة. لو بصينا على المجتمع ده هنلاقي مساواة مطلقة، الكل بياخد نفس المبلغ $250. المشكلة إنه الكيكة الاقتصادية كلها صغرت جداً، لأنه ببساطة ما بقاش في حافز للناس تشتغل أكتر. طيب نبص على المجتمع جيم اللي هو اقتصاد السوق الحر. صحيح الفجوة بين الأغنى والأفقر ضخمة، لكن النقطة المثيرة للجدل هي إنه الكل حتى أفقر 20% وضعهم المادي أفضل من أي سيناريو تاني. وده بيحطنا قدام سؤال صعب، هل الأفضل يكون في فجوة أكبر والكل أغنى ولا فجوة أصغر والكل أفقر؟ وده بيوصلنا للخوف الكبير اللي كان مسهر مفكرين زي دي توكفيل وميل طول الليل. لو الدولة خدت القوة إنها تفرض مساواة النتائج، يعني تاخد من ناس وتدي لناس تانية، إيه اللي يمنع القوة دي من إنها تكبر وتكبر؟ هل بننتهي في الآخر بإننا نضحي بالحرية الفردية، حرية التفكير والتعبير والعيش، على مذبح المساواة المفروضة بالقوة؟ ودلوقتي يلا بينا ننتقل لوقتنا الحاضر ونشوف إزاي الصراعات التاريخية دي لسه بتشكل نقاشاتنا الحالية عن معنى المساواة. النهاردة الشرخ الكبير ده لسه موجود، لكن خد شكل جديد. ممكن نفكر فيه كصراع بين قطبين. القطب الأول هو الاستقلالية، وده هدفه إن الناس تاخد الأدوات والفرص عشان تكون مسؤولة عن حياتها. بيدور حوالين احترام الذات اللي بيجي من جوه الشخص. القطب الثاني هو تقدير الذات، وده بيركز على إن الشخص يحس بالرضا عن نفسه لأن المجتمع بيأكد على قيمته، يعني بيركز على التحقق الخارجي، وغالباً بيحاول يوصل لده عن طريق سياسات هدفها تسوية النتائج عشان يضمن إن محدش يحس إنه متخلف عن الركب. لكن القطب الثاني ده، قطب تقدير الذات، بيواجه انتقادات قديمة جداً بترجع لفلاسفة زي ديفيد هيوم. المنتقدين بيقولوا لحظة واحدة، لو عايزين نساوي الأمور هنساوي إيه بالظبط؟ الدخل، السعادة، الفرص، إحنا مش متفقين أصلاً. وبيقولوا كمان إن في كل مرة بنحاول نفرض المساواة في مجال بنخلق عدم مساواة في مجال تاني، وفي النهاية عشان نحافظ على التوازن المفروض بالقوة ده بنحتاج سلطة قوية بشكل لا يصدق، وده يبدو خطير جداً. وده بيسيبنا مع سؤال أخير في قلب النقاش ده اللي بقاله قرون، هل الدافع الحقيقي هو رغبة في تحقيق العدل للجميع، ولا هو بيعكس زي ما بعض النقاد بيقولوا خوف من تحمل المسؤولية الفردية اللي بتيجي مع الحرية؟ فكرة تستحق نتأمل فيها.